في الكام يوم اللي فاتوا ناس كتير بتشيد بعم ربيع الفكهاني اللي عمل موقف جميل جدا وقعد يرمي البرتقان على عربيات رايحة لأهلنا في غزة. طبعا الموقف ده جميل جدا ومحدش بيشكك في الموقف ده ولا حد بيقلل من الموقف اللي هو عمله، ولكن عم ربيع الفكهاني اللي كل الناس عمالة بتشكر فيه اتخلى عن صاحبه وصاحب عمره وصديقه والتاجر اللي كان موجود معاه على نفس الفرشة، واللي هو اصلا بدأ يرمي البرتقان قبل ما عم ربيع يرمي البرتقان، وعم ربيع هو اللي قلده. طبعا الشخص ده يعني ما كانش معاه الحظ قوي ان الكاميرا تلقطه غير في بعض ثواني، ولكن الكاميرا كانت مركزة على عم ربيع، وفي بعض الناس ركزت وقالت ان الشخص ده هو عبارة عن زوجة عم ربيع اللي كانت واقفة معاه وبتساعده، ولكن في الحقيقة الشخص ده كان تاجر محترم زيه زي عم ربيع من الصعيد برضه. هو اللي بادر، وأول ما شاف عربيات رايحة لأهلنا في غزة مسك البرتقان ورماه على العربية، اللي دخل في الكابينة بتاعة السواق قال له ده ليكم، واللي على العربية من فوق خليه زي ما هو يروح لأهلنا في غزة. الشخص ده شخص محترم جدا، حبيت بس أوضح لحضراتكم المعلومة دي علشان عم ربيع ناس كتير عمال تقول عم ربيع راح وعم ربيع جه، ومحدش جاب سيرة الراجل المحترم اللي هو اصلا بدأ الموضوع، وللأسف عم ربيع ركب الترند على قفا الراجل المحترم ده. اتمنى من حضراتكم تعملوا شير للفيديو ده في كل مكان، والاهم انك تنزل حالا في التعليقات تكتب كلمة حلوة للراجل المحترم اللي بادر بالموقف البطولي ده، واللي بصراحة لو أي حد في مكانه كان هيعمل كده. ولكن طبعا عم ربيع المفترض لما كان طلع في لقاءات صحفية وتلفزيونية كان شكر حتى الراجل المحترم صديقه وصاحب عمره والتاجر اللي كان موجود معاه على نفس الفرشة، واللي هو أصلا بادر وبدأ الموضوع ده. أتمنى حضراتكم تشكروه وتوجهوا له كلمة محترمة.